الاثيريوم شو عملت اليوم لوراها. خلينا نشوف سوا. هاي مثل الاثيريوم عملت جماعة ضعيفة كتير، بس الحلو فيها ضلت بقلب الشانل لون اللي هي كسرت النص، دقت بالشانل من تحت، رجعت فاتت على تحت النص بشوي، بس المهم بعدها بقلب الشانل هي واقفة على 12%. هون مقبولة. المنيح ما كسرت الشانل مثل امبارح نفس الشي الظلة رجعت ضلت سكرت فوق الشانل، واليوم نفس الشي الظلة ورجعت سكرت فوق الشانل. هذا أهم شي. هل يا ترى رح تقدر تكفي هيك؟ هذا السؤال. مش بالثانية بتكسر تحت منه لهيدا الشانل هون نازلة الإثيريوم أكتر. طيب إذا بنشوفها بالساعات للإثيريوم لوراها، هاي الإثيريوم من بعد دقت أوطاها على 2860، رجعت دقت أقصاها على 3070. هي هلا واقفة على 2989. من هون كيف بدها تتحرك، كيف بدها تروح، اللي بده يصير هي أنا كنت متوقع أنا مش هالشمعة هاي عم تطلع خضرا، ما بعرف ليش، إلها 4 دقايق فاتحة. على كل الأحوال أنا كنت متوقع نزول الإثيريوم نرجع لمستوى 2900 أو 2880 لترجع تنطلق، بس حسب مبين عم تنطلق من هلا بعد بكير. بكرة بيانات شو ما يصير، إذا هلا طلعت ولا هلا نزلت بعد الظهر أو الظهريات من بعد الساعة 12 بده يبلش حركة السوق تتغير، بده يصير في طلوع ونزول كتير عبال ما تطلع البيانات. على كل الأحوال خلينا نشوف. هلا بما أنه طلعت ما قدرت تكسر 2990، إذا ما قدرت تكسرها رح برجع بعيد وبكرر، رح تنزل 2880 قبل ما ترجع تنطلق على مستوى 3050. ليش؟ إجباري بدها تعمل هالحركة مشان ترجع تفوت سيولة، بس بالوقت الحالي بما أنه فيه صاروا متساويين اللونج والشورت مع بعض، بدها تمحي واحد فيهم أو تقلل من نسبة الليكويديتي بواحد فيهم لترجع تكفي. يعني إذا هلا بدها تنزل بدها تشيل جزء من اللونج لترجع تطلع لتشيل جزء من الشورت. رجع بيته بكرر أقصاها 3080 أو 3100، مع إنه 3100 بس بعدها أنا بشوفها 3080 أكتر شي يعني بتطلع. هاي أقصاها ونزولها على 2880. أي كسر من المستوى التحتاني أو المستوى الفوقاني تغير بحركة الإثيريوم كليا. أنا بشك تكسر هالمراحل. رح تكسروا تعمل مثل هيك ويك، احتمال. رح تكسر مثل هيك نزول وطلوع أو طلوع ونزول كمان احتمال، بس بنهاية المطاف ما رح تسكر بين هذا الرينج اللي هو 2880 و 3080. هذا الرينج الإثيريوم. دايما بالموفينج افريج 200 ما ماشي بطاطا. الستوكاستيك RSI والRSI شو بيقولوا له؟ الستوكاستيك RSI من بعد ما كان بالاوفر بوت هلا بلش ينزل، يعني كسر تحت مستوى 30 من الشانل تبعه، تحت 80 من الشانل تبعه، هو نازل بنزول. يعني هاي بدها تنزل، بس عم نشوف حركة فوق قوية. يعني الRSI عنده حركة أحسن. هات لنشوف الRSI شو بيقلنا. الRSI عم بلش يطلع والموف والأصفر عم بلش يطلع. طيب هلا إذا ضلوا كاسر أو بهالقوة اللي طالع فيها الخط الموف يكسر فوق مستوى 50، رح تدق أقصى لكم مستوى 2990 أو 95، ترجع تنزل على مستوى 2880 لترجع تنطلع على 3080. هذا أنا هيك بشوفها. فهلا عم بصير طبيعي. بس هل يا ترى بطلعتها رح تكسر ضربة واحدة 3080؟ بشك. بعالم الكريبتو كل شي وارد، بس بالوقت الحالي ما في سيولة، فكرمال هيك عم نكون بشك تكسر ضربة واحدة لازم تنزل ترجع تطلع لتقدر تعمل القوة بالصوت. مثل ما شايفين بحركة الإثيريوم ما في حركة كتير مهمة، ما في حركة كتير قوية، ما في سيولة بالسوق. مشان كل ما بتفوت السيولة على السوق بيلعنوا أكثر للأسف. بما إنه بكرة في بيانات GDP، بدنا نشوف شو قد قوة الاقتصاد الأمريكاني. بعتقد حيكون منيح بكرة الاقتصاد الأمريكاني، وراح يأثر هالشي إيجابي على السوق على ما أعتقد. عم بحكي ماني متأكد، عم بخمن. نهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. ما تنسونا فولو لايك وشير.